هيدي الحركة الأسطورية هي الشقلب الخلفية، من أنا وصغير حلمي أتعلمها، واليوم حجرب أتعلمها خلال نهار واحد، بس اللي صار بالنهاية كارثة. جايز اليوم ححاول أكون عم بتعلم الباك فليب خلال نهار واحد بمساعدة مين؟ احذروا، بمساعدة أمي. واللي حاضر فيديوهاتي من قبل بيعرف إنه أمي بتعمل حركات مش طبيعية. امك الختيارة ولا؟ ايزي نط وبروم وانزل على جريك. لا أنت أكيد بس هيك. اسمع كلمة امك. وأنا فعلا فكرت الموضوع بهالبساطة لحد ما جربت وهذا اللي صار. اسمع كلمة امك. حنكون يا جماعه الخير عم نستعين بالكوتش كليمو بطل العرب بالباركور. حط لكم انستغرام تبعوا له كلكم عملوا له فولو. اليوم بدك تعلمنا الباك فليب، تطلع معنا بنهار واحد لازم فرجيهم بس الباك فليب كيف شكلها. هلا هيدا الشيء يعني حكون عم حاول اتعلمه بنهار واحد. اول دريل يا قاسم بدك تنط طلعت اجريك من تحت الركبه هيك، نط عالي نط عالي ايه، وبعدين بدك تطلع تمسك اجريك، يعني نطه بدك تجرب توصل كعبك لفوق قد ما فيك. اطلع جيبه منيح. بالباك فليب بدك تطلع لفوق تمسك اجريك لتبرم. هلا اللي حنعمله انك تتعلم تقدر تطلع لفوق تمسك اجريك مزبوط. نعمل تك، يعني حرفيا نحن عم ننط إيه. نحن وبالهواء عم نعلق اجرينا لتكفي البار من ورا. صح، لتكفي البرمه. توقف هيك قدامي، اوكي حامسكك من هون، اوكي حتنط تعمل شويه لين وتمسك تك. زين اوكي. اول شوي نطه قويه. اوكي هلا بلا ما تكب راسك لورا اطلع ضلك عم طلع لقدام ومسك اجريك. يعني ضلت لورا بس خلي راسك قدام ما تمسك اجريك. باع واحده بتعقد. وتقريبا هيدا الباك فليب بس بدها تصير بالهواء. نعملها هلا على الارض. هون إيه. هون الرعب الحقيقي، هون الخوف الحقيقي. للتوضيح ما حدا يجرب يتعلم هيدي الحركه بدون وجود كوتش معه لانه الموضوع خطير. كن معك فيها كلها. اوكي جو فور صح. خلينا نسوي. اوكي هيك كان بدي طق. من هون ضلينا انا وكوتش كليمو شي ساعه، انا نط وهو يبرمني. اول نتعت ايديك كرمال يعودني على حركه الدوران لورا ويكسر لي حاجز الخوف. جماعه الخير هلا اللي عم يحضر من البيت مش حيفهم قديش الموضوع مخيف، موضوع مخيف لابعد الحدود لانه انت حرفيا عم تنط على مكان انت مش قاشر هيك. وبعد حوالي ساعه من التمرين زاح كوتش كليمو قررت اني اجرب وحده لوحدي. هلا طبعا هيدي مش باك فليب ولا الحركه اللي عم نتعلمها، بس كنت كثير مبسوط اني استرجيت نط لورا وهيدا بحد ذاته كسرنا حاجز الخوف. ومن بعدها فلتت حرفيا، بلشت تجرب مره ورا مره. اوكي بلش القلب يموت. مره عن مره كنت عم نط اكثر طلوع وحاول ما احط ايدي على الارض. اوكي بس اللي عليك بدك تطلع لفوق وبدك تمسك اجريك وتسحبهم لعندك لتبرم اكثر. جيبا عم يحمسنا. جيبا ايه بلش يلا اذا بتلاحظوا بالفيديو كل مره كانت عم تتحسن محاولات. اوه يلا وقفه ايه لحد ما اخيرا نطيت واعطيتها وحده من قلبي وقدرت اعمل اول باك فليب بحياتي. هي بس هيدا كله اللي عملناه مش الشيء الصعب، لانه التحدي الحقيقي هو نجرب الباك فليب على الارض. كوتش كليمو قال لي انه ما نط على الارض وطلب مني كذا مره، قال لي اوعك تنط على الارض بعدك منك جاهز، بس انا كنت محمس وكنت حاطط براسي انه اليوم بدي نط، بس اللي صار كان كارثه. للاسف يا جماعه الخير كسر على مستوى المفصل، شعر على مستوى الكوع، واصابه قاسيه بالرقبه من ورا. اخر مره بقى بتمرن على الجمباز ما عرفت شو صار معي، حرفيا راسي عمل بلوك، نطيت وفلتت حالي. بس اخذت قرار انه بحياتي ما عادش اتمرن على الجمباز. بس هيدا كان رايي اول ما نطيت، واول ما وقعت ثاني نهار غيرت رايي دغري وقلت مجرد ما ارجع من الاصابه ارجع اتمرن على الباك فليب. حرفيا نطرت شي شهرين ونص، ومجرد ما صحيت رجعت دغري على التمرين. ليتس جو. اول ما رجعت جيت وقفت، كل ما حاول نط ما استرجي نط، والخوف اني ارجع اوقع كان مسيطر علي. ضليت اكثر من ساعه واقف حاول اني نط، حاول اقنع راسي وانا لازم نط لورا وما حيصير لي شيء. وبعد ساعه نطيت اول مره. بس هيدي المره كنت اخذ قرار اني اعطي حالي اسبوع لكب على الارض. هلا نحن كبيناها على الفرشه من اول نهار ايه، بس التحدي هو انه بدي كب على الارض خلال اسبوع. حرفيا على مدار الاسبوع كنت عم بتمرن، ونهار بعد نهار كانت الباك فليب تبعولتي والدوران عم يتحسن.
وبعد اسبوع من التمرين رجعت اخذت نفس القرار اني بدي نط على الارض. ليتس جو. هيدي المره كنت مصمم حتى اذا رجعت انصبت بدي ارجع من الاصابه واعملها. وقبل ما اجربها على الارض جربتها على الاير تراك وطلعت روعه. جيت وقفت بنفس المكان اللي تعرضت فيه لاصابه، ضليت اكثر من 25 دقيقه واقف بتردد اعملها ما عملها، بلكي نطيت وتعرضت لاصابه ثانيه لحد ما اخذت القرار ونطيت وحده من قلبي. زبطت يلا عن ابوها موتتنا. تخيلوا خلال اسبوع رحنا من هيدا الشيء لانه نعملها على الارض. وحش. انا شخص بيلعب فوتبول وما له ابدا بالجيمناستكس والشقلبات وهالقصص، بس هيدي اللعبه علمتني انه ما في شيء مستحيل، والشخص عنده اصرار وعزيمه وعم يتمرن بشكل متواصل على شغله قادر يعملها. بدي اياكم تكتبوا لي بالتعليقات تحدي بعد اصعب، شو الحركه او المهاره او الفيديو اللي لازم اعمله نكست، تحدوني بالتعليقات وانا برد عليكم بفيديو. واخيرا بدي اقول لكم انه الباك هاند سبرينج صرت اعملها قدام جمهور. كان الفيديو لليوم، بحبكم من كل قلبي وشكرا على دعمكم.